الاسم هارولد شيبمان، لكن اللقب ملاك الموت، الطبيب اللي قتل 250 مريض من مرضاه. طيب ازاي ده حصل؟ يلا بينا نشوف مع بعض، ولكن قبل ما نبدا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا باعجاب على الفيديو. ويلا بينا نبدا حلقتنا. هارولد شيبمان صاحب الطفولة المثالية من عيلة تعرف عنها التدين، وخاصة أمه اللي كانت بتهتم بيه جدا هو وإخواته الاتنين. وعلى الصعيد الاجتماعي فكان مستقر وأخد جوائز كتير في رياضة الجري. دخل كلية الطب سنة 1963، وده بعد ما تأثر بموت أمه اللي توفت بسرطان الرئة. وخلال فترة دراسته بالجامعة قابل زوجته برايم بول، ونخلي بالنا منها لأنها هتظهر في حادث مهم بعد كده. اتخرج شيبمان سنة 1970 وبدأ شغله في المستوصفات، وبعد 4 سنين بس استلم شغله كطبيب عام. ومن هنا نبدأ في اكتشاف الجانب الأسود من حياته. البداية كانت مع إدمان هارولد على مسكن المورفين، واللي بالمناسبة أول ما عرفته بيه كانت أثناء مرض أمه، لأن الأطباء كانوا بيدوها كميات كبيرة منه، وده عشان طبعا تخفيف ألمها. وقال المحللين النفسيين اللي درسوا حالة هارولد إن ممكن دي تكون هي النقطة الفاصلة في حياته، وده لأن المورفين كان المكون الأساسي في كل جرائم. بعد كده حاول كل الأطباء اللي معاه في شغله يساعدوه في العلاج من إدمان المورفين، لكن هارولد رفض علشان يتوقف عن العمل سنة 1977 ويتغرم مبلغ 600 جنيه استرليني، وطبعا مع دخوله المصحة. بعد خروج هارولد رجع يمارس شغله تاني كطبيب عام من غير ما حد يحس بأي شيء غريب في تصرفاته. وفي سنة 1983 تمت مقابلة معاه في فيلم وثائقي بعنوان العالم في العمل، واللي كان بيثبت إن المرضى النفسيين أو المدمنين ممكن إشراكهم مرة تانية في المجتمع بعد علاجهم. أسس هارولد عيادته الخاصة سنة 1993 بعد ما كون سمعة طيبة من الاستقامة طبعا المزيفة اللي كان راسمها على الإنجليز في الوقت ده. هارولد كان إنسان ذكي جدا، وده كان السبب في استمرار جرايمه لمدة 20 سنة من غير ما حد ياخد باله. أغلب جرايمه اللي كان بيختارها كانوا كبار سن، وكانت حالتهم بتبقى متدهورة، وده طبعا علشان لما يكتب في تقرير الوفاة موتة طبيعية محدش يدور وراه. لكن بعد فترة لاحظ المسؤول عن الدفن في المنطقة عدد الوفيات المتزايد اللي بتيجي من عند هارولد او اللي بيبقى موقع على تصريح دفنها هارولد. لكن بدهاء شديد قدر يقنعوا هارولد ان ده الطبيعي، لان كلهم كانوا بيعانوا من امراض سهل جدا توصلهم للموت. واحده واحده بدات الدكاتره اللي حواليه يلاحظوا عدد الوفيات اللي من عند هارولد، وبداوا يشكوا فيه، بل وكمان بلغوا عنه الشرطه. وبالفعل بدات الشرطه تدور وراه، لكن من غير ما يوجهوا له اتهام مباشر، ولان مفيش جريمه كامله كان لازم ينفضح امره. وده حصل في جريمته الاخيره سنه 1998، واللي كانت ضحيته فيها كاسلين جروندي زي كل ضحاياه اللي اعطاها جرعه كبيره من المورفين، واللي بدورها ادت لموتها فورا، وكتب سبب الوفاه الشيخوخه. لكن العجيب واللي وقعه فعلا هو وصيه كاسلين اللي بلغت بنتها ان هي بتشك في صحتها، وكتبت لبنتها انها بتشك في الدكتور اللي بيعالجها اللي هو هارولد طبعا. وبالفعل بدات الشرطه في التحقيق مع هارولد اللي طبعا انكر كل ده، لكن اصرت بنت كاثرين ان في شيء غلط، وان هي شاكه ان امها اتقتلت. وبالفعل تم تشريح جثه كاثرين، وطلعت نتيجه التشريح واللي قالوا ان فيها كميات مورفين كبيره جدا. وبدا فعلا يتوجه الاتهام لهارولد، وبعد سنتين من التحقيق اكتشفوا انه قتل 250 مريض بنفس الطريقه، وده كان بغرض الاستيلاء على جزء من فلوسهم بعد الموت. وفي سنه 2000 اتوجه لهارولد تهم القتل والتزوير بغرض الاستيلاء على جزء من فلوسهم بعد الموت، وده طبعا عن طريق ان هو يزور وصايا للموتى يكتبوا له فيها جزء من فلوسهم. وفي سنة 2000 اتوجه لهارولد تهم القتل والتزوير، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وقدم اكتر من مرة بعفو الإطلاق سراحه، لكن كلهم اتقابلوا بالرفض. بعد 4 سنين من سجنه، وتحديدا سنة 2004، قرر هارولد الانتحار، وده بعد ما تم 58 سنة. ولا مش علشان احساسه بالذنب، لكنه انتحر علشان زوجته برايس روز تقدر تستفيد من التأمين المعمول على حياته، لانه لو كان وصل 60 سنة ما كانتش هتاخده. علشان كده لما ذكرناها قلت لك خلي بالك، علشان هي السبب الرئيسي في وفاة هارولد اخيرا. وبموت هارولد بتنتهي قصة اكبر عملية قاتل متسلسل في العالم، واللي لقبوه وقتها بملاك الموت. لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا ليكم، واشوفكم الحلقه الجايه.